بس وصايا مني ليكوا، لما اموت الناس اللي بتكرهني ما تخلوهمش يعملوا ان هم بيحبوني بعد ما فارقت الدنيا، ويبداوا ينزلوا لي صور ويقولوا لي حب وكلام وهو ما كانش موجود اصلا. يا رجاله، وانا لما اموت هتفتكروا ليا الايام الحلوه والضحك ده؟ ايه بس اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي جاب سيره الموت دلوقتي؟ تستهدى بالله يا يحيى، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا جماعه والله لا ابدا، انتوا مش فاهميني. انا مش خايف من الموت، انا خايف لما اموت ابقى لوحدي. بتصلي على النبي يا عم يحيى، انت مالك قلبت لنا دراما كده ليه؟ يا جماعه انتوا عارفين يعني ايه حد بعد ما يموت يبقى لوحده ما يلاقيش حد يزوره او حد يواسيه؟ يا عم اللي انت بتقوله ده، القعده كانت حلوه كلها ضحك. ايه ده بس يا يحيى؟ ايه اللي مزعلك مخليك تقول كده؟ هي الفكره مش فكره زعل يا مصطفى، هو الاحساس اللي مخوفني لما اموت ابقى لوحدي ومحدش يواسيني ولا يطل عليا ولا يجي يزورني. بقول لك ايه يا يحيى، فكك من السيره دي ويلا بينا نخرج. والله يا جماعه انا اسف ليكم، بس انا مش قصدي ان انا انكد عليكم، انا بس عايز منكم تواسوني وتيجوا تطلوا عليا وتيجوا تحكوا لي اخبار الدنيا ومشاكلكم وايه اللي بيحصل. بس هو ده كل اللي طالبه، ما تنسونيش ولا الدنيا تاخدكم وتبعدكم ان انتوا ما تجوش ان انتوا تطلوا عليا او تواسوني او تزوروني، وخلوا حسسوني ان كل حاجه زي ما هي وان انا مش لوحدي. يا عم بالله عليك لا توحد الله كده. يا عم ما تخافش، احنا كلنا معاك. وبعدين انت ايش ضمنك ان انت اللي هتموت الاول؟ مش يمكن احنا اللي نموت الاول؟ رجاله بعد الشر عليكم، ربنا يخليكم ليا يا رب. والله يا يحيى محدش ضامن عمره ومش عارفين مين هيموت قبل مين. يا عم ونعم بالله، بس وصايا مني ليكوا، لما اموت الناس اللي بتكرهني ما تخلوهمش يعملوا ان هم بيحبوني بعد ما فارقت الدنيا، ويبداوا ينزلوا لي صور ويقولوا لي حب وكلام وهو ما كانش موجود اصلا. وبالله عليكم ما تنسوني، ما تحسسونيش ان انا فارقت الدنيا، ودايما تعالوا واحكوا لي وقولوا لي على اللي بيحصل معاكم. صدق الله العظيم. ربنا يرحمك يا يحيى. عمرنا ما نسيناك يا صاحبي. افرح يا عم، انا جاي اعرفك ان انا دخلت الكليه اللي انا بحلم بيها، بقيت في مكان احسن دلوقتي. وانا كمان يا صاحبي خطبت البنت اللي كنت بحبها وفتحت المحل اللي كان نفسي فيه. كان نفسي تبقى معانا في يوم زي ده. يا عم خلاص ما تزعلش، هم كانوا اسبوعين بس احنا كنا مشغولين فيهم والله، ما تزعلش. بس يا عم يحيى حقك علينا، احنا كنا مشغولين والله. لا يا عم ما بعيطش. نكد يا عم؟ ده انت اللي نكد، انت اللي نكدت علينا اهو، ده احنا كنا جايين نفرحك. بقول لك ايه، انا همشي انا ومحمد دلوقتي، وان شاء الله الاسبوع الجاي نجيلك. اقول لك على حاجه، هجيب لك اهلك معايا، اوعدك يا عم كمان المره الجايه مش هنتاخر عليك. واعذرنا المره دي، بس والله كنا مشغولين. والله عايز حاجه؟ يلا يا محمد. سلام يا صاحبي.